سموا الله. تعالوا معايا اوريكم طريقه الشيش الفراخ، شيش الطاووق. انا متبلاه قبلها بوقت وحاطاه في الفريزر. تمام، ببقى جاهزه لما اكون حابه اعمل شيش طاووق. التتبيله اهي. تتبيله الشيش ايه؟ تتبيله الشيش كوبايه من الزبادي مش متاح زبادي، كوبايه من اللبن الرايب. تمام، اخفقيها مع ربع كوبايه من الزيت. تمام، واخفقي عليها بابريكا وحطي عليها ملح، فلفل اسود، ربع معلقه من الكمون، ونص معلقه من البهارات الفراخ. لو مش متاحه يبقى كركم، على كاري، على جوز الطيب، تمام، على كزبره ناشفه، على الكمون. خلاص، حطهم على بعض على الزيت، معلقه صغيره من الخل، وقلبي ده كله مع بعضه كويس قوي. اضربيهم، اخفقهم كويس، ونزليهم على الفراخ بعد ما اقطعها التقطيعه دي. شوفوا الفراخ متقطعه ازاي، التقطيعه دي. تمام، واضحه قدامكم. دي التقطيعه بتاعت الشيش، وقطعي كله بنفس الحجم. تمام، كله يبقى بنفس الحجم. خلاص، يبقى دي التتبيله بتاعت الشيش. شوفوا الشكل بقى واللون معايا. خلاص، خد على جنب كده، واجيب الخلل بتاعت الشيش طاووق، احطها كده في ميه سخنه على ما اجهز الحاجه بتاعتي. احطها كده في ميه سخنه. تمام، اغطسها فيها كويس. تعالوا اوريكم اعمل ايه. معايا هنا فلفل الوان، فلفل الوان احمر، فلفل احمر، فلفل اخضر، لو متاح فلفل اصفر. تمام، الفلفل ده مش الوان من اللي هو المستورد، لا ده فلفل بلدي، بس انا بحب اجيب الفلفل الاحمر والاخضر فيه. تمام، لو حبيت ادخله في اي وصفه بيبقى موجود عندي ومتاح. الفلفل الالوان سعره غالي، فهو كده كده اللون اهوت يا جماعه، الوان وبلدي وحاجه كويسه. خلاص، ومعايا هنا بصل متقشر. تعالوا بسم الله، يلا اوريكم اعمل ايه. خد البصله كده، اقسمها 4/4 كده، وبعد ما اقسمها 4/4 اقسم كل ربع على 2. تمام، كل ربع على 2 كده. خلاص، كملوا كله بالمنظر ده كده. لو البصله معايا صغيره هقسمها على 4/4 بس. لو البصله معايا كبيره هقسم كل ربع من ال4/4 على 2. يعني البصله ديت صغيره فانا قسمتها على 4/4 بس اهي، التانية كانت كبيره فانا قسمتها على ايه زيها. وبناخد كده كل جزئين كده، بفصص البصل كده، باخد كل 2 مع بعض. تمام، بفصص البصل كده وقت الشغل، وقت ما اكون خلاص هسيخ، واحط كل 2 ايه على بعض. تعالوا بقى نعمل الفلفل نفس النظام على 4/4 بس، لان الفلفل بتاعي مش كبير فانا اقسمه بس على 4/4. خلاص كده كده كده. الفلفلايه الكبيره كده، ولو في جزء ولا حاجه شكله مش لطيف اشيله كده. اي حاجه شكلها مش لطيفه ومش ظريف هشيلها. تمام، خلص كل كميه البصل، الفلفل بنفس التقطيعه. تمام، الاحمر برضو هحاول اشيل البذر ده، يعني انا شلته بس بيبقى في بعد واحده كده ايه، فيها لسه حاجه بسيطه كده من القلب بتاعها بذر. تمام، فبشيلها برضو. خلاص، خلص كله يلا. خلاص كده قطعت الفلفل كله اهو بنفس الشكل ده كده كله اهو. الفلفل
تمام، كله بنفس الشكل. قطعت البصل برضو نفس الشكل معايا. نيجي بقى عصيان الشيش اهي. اي جريل، لو انت هتشوي على جريل تمام، لو انت مش هتشوي على جريل وهتشوي هتشوي على البوتاجاز، يعني لو هتشوي على شوايه على فحم او اي شوايه، هتعملي في الشيش كده وتحطيه. لو انت هتشوي بقى في طاسه زي كده او جريل على النار تمام، هاخد مقاس الطاسه كده، قصيت 2 اهمت، وهاجي يعني الحرف لا تحت قدام الحرف بشويه كده، واقوم ايه كسراها كده عشان اخد مقاس الطاسه بتاعتي او الجريله بتاعتي. خلاص كده اهي نفس الشكل كده. برضو الباقي نفس النظام كده، هاخد كله بنفس الشكل نفس المقاس عشان كله ينزل في الطاسه او في الجريل، عشان الحاجه معايا تستوي كويس، واضمن ان هي كلها هتبقى طايله ايه، طايله الحراره. تمام اهي كله كده بنفس المقاس. تمام، هاجي بقى اجيب عشان اظبط الحاجه معايا، اخد بقى كده سم الله، اخد قطعه من الشيش الفراخ. تمام، اخد قطعتين من الفلفل الالوان اخضر واحمر. تمام، اخد قطعه او 2 من البصل، نحاول نظبط الشكل شويه كده، وبعدين ارجع اخد قطعه من الفراخ وفلفل اخضر واحمر. لو اتكسرت معاكي كده زي دي مش مشكله، احط واحده تانية. تمام، 2 من البصل او واحده على حسب ما تحبوا، ونحاول كده بنفس الشكل كده لحد ما اخلص ايه الكميه اللي معايا كلها. تمام كده نفس الشكل ده كده. ممكن اعمل 3 وحدات، ممكن اعمل 4 وحدات، على حسب بقى ايه ما تحبوا. تمام، يعني انا هنا هعمل ايه، واحد فصص كده من بعضه. يعني انا هستكفى بدولت كده، ممكن تحطي على حسب ما انت عايزه، بس لو هتحطي وهتملي على النار، واجيب اي طاسه مفروده من بتاعه الكريب او جريل، لو متاح عندك جريل احطي جريل. تمام، شوفوا الكميه معايا ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا الكميه قد ايه، بسم الله ما شاء الله. اسخن بقى، اسخنها كويس قوي، لازم تنشف وتسخن كويس قوي. تمام، بس بحاول اظبط لكم الكاميرا. اول ما تسخن معايا اخلي درجه حراره النار للوسط. تمام، يعني متبقاش ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، زي ما انتم شايفينها كده للوسط. تمام، واجي اجيب اول الشيش ما شاء الله اللهم بارك، شوفوا المنظر، واحطها كده. تمام، كده احاول انها ما تقومش في بعض. تمام، على قد ما الطاسه او الجريله بس هتاخد معايا، ما نحاولش نسخن الدنيا قوي عشان ايه نعرف نشتغل، ما ياخدش وقت كتير. وهنا كمان عشان انا شغاله على الجريل او على الطاسه ومفيش شوايه، يعني بصراحه انا عندي الشوايه بس كسلت، فحطيت جنبي قطعه فحمايه عشان يديله كده ايه طعم الفحم الرهيب. هنا جنبنا بره حطيت فحمايه هنا اهي اهي، اولعها عشان بعد ما قلبته كده
الناحيه اللي فوق هجيب من التتبيله بتاعتي دي كده وامسح ايه على تتبيله تاني، تتبيله الشيش تاني، تتبيله ايه زبادي او لبن رايب ومتاح. تمام. معلقه بابريكا، نص معلقه او ربع معلقه من الكمون، زيها كزبره. تمام. زيها ربع معلقه بس صغيره من الثوم، معلقه خل، عصره ليمونه. تمام. واقلبه احطه كله مع بعضه كويس، وعليهم ربع كوبايه من الزيت، احطه كويس قوي. تمام. وانزل عليه قطع الفراخ دي، طبعا صدور وراك حسب ما تحبوا. الشيش بقى بيتعمل بالوراك، فلو مش متاح ده بصراحه كان كيلو من الصدور، كيلو من الصدور. تمام. فانا عملت بيه، المتاح عندك اشتغلي بيه. شوفوا بقى المنظر، اللهم بارك. شوفوا شوفوا، ده اللون اللي انا بتكلم عليه، ده الشكل اللي انا بتكلم عليه، تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا شوفوا الجمال، شكل الشيش عامل ازاي ما شاء الله، حاجه كده في قمه الجمال. مش محتاجين بقى ندخل الدنيا بالشوايات الفحم الكلام ده كله، مجرد ما ياخد الشكل ده بيكون مستوي. بس اقلبه على كل النواحي، يعني على كل جهه او كل ناحيه لحد ما ياخد اللون ده كده. سخنه سخنه سخنه، بس المنظر والريحه لا تقاوم. ما تنسوش اما بيحمر من جنبه وبتيجي تقلبيه على الجنب التاني او على الناحيه التانيه، تديله بالفرشه كده من التتبيله دي كده، اديله مسحه على الوش التاني عشان الخضار اللي مع الشيش ياخد من نفس طعم التتبيله. تمام. وما في نفس الوقت ما يلزقش على الجريل او يلزق في الطاسه، وهيديكي طعم خرافه وريحه جنان. شوفوا بقى، شوفوا المنظر. طلع نحط غيره ما شاء الله، اللهم بارك. ما بياخدش معايا اي وقت خالص، بيبقى منظره تحفه. شوفوا الشكل، شوفوا بس الشكل كده، شوفوا المنظر ما شاء الله، اللهم بارك. مستوي ده. شوفوا اللمعه الخطيره بتاعته دي، اللمعه اللي انا بقول لكم عليها. كل ما تدي مسحه من التتبيله تمام بتدي طراوه للخضار وبتدي طعم كويس، والخضار بيبقى معاكي طعمه تحفه. وبعدين العين بتاكل قبل البق. شوفوا المنظر بس عامل ازاي، اللهم بارك. شكل الشيش يشهي ما شاء الله. انا بقى اوريكم الحلاوه دي، شوفوا الجمال ده، شوفوا شوفوا المنظر ما شاء الله. شوفوا شوفوا الحلويات دي، يتقال عليها ايه غير حلويات؟ دي يتقال عليها ايه؟ دي ما يتقالش عليها غير حلويات. ده الجمال كله، العشق كله. تعالوا بقى نجيب رغيف عيش كده، نجيب رغيف عيش فضي كده. شوفوا ده مش محتاج غير حاجتين بس، حاجتين فقط لا غير. شويه كاتشب كده بقى اللي قلبك يحبهم. تمام كده، مع شويه طحينه. شوفوا الطحينه، اللي عايز طريقه الطحينه دي موجوده على الصفحه بتاعتي، رأيت لكم طريقه طعم وجمال. شوفوا المنظر، شوفوا لف كده في رغيف بلدي او في عيش فينو زي ما تحبوا، بس انا بحب اكلها بالعيش البلدي. شوفوا بس الجمال، شوفوا الحلاوه، شوفوا الكاميرا عماله تتحرك. دوقي كده يا جوجو، بسم الله. دوقي كده يا روحي. بألف هنا يا عمري. شوفوا الجمال ما شاء الله، حاجه كده وهم. استنى ما ادوق معاكم، بسم الله. خطيره بجد، خطيره. يلا خديها فكره واعمليها لبكره. اسهل وابسط طريقه، غدوه سريعه وبطعم جنان من غير حيره.
من غير حيرة، طعم جنان، حاجة تبسط الأولاد، والأولاد بيحبوا المشاوي جدا، أي أطفال أو أولاد بيحبوا جدا المشاوي، الحاجات السهلة اللي بتتحط في السندوتشات. فبلاش نشتري من بره ونكلف نفسنا. بصدر فرخة بس أو بكيلو من الشيش، شيش الوراك، هنعمل أحلى شيش طاووق. اعملوا بطريقتي وبألف هنا وعافية. الجمال بعد ما خلصنا ما شاء الله اللهم بارك، ولعت له حته فحمايه وغطيته لمده 10 دقايق، وبعدين خلصت. شوفوا المنظر ده، شوفوا بقى الجمال، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حاجه كده عسل. الشيش كما يجب ان يكون، مفيش احلى ولا اجمل ولا اطعم. المنظر بس لوحده ما شاء الله اللهم بارك. لا والريحه، الريحه في حته تانية خالص، ريحه التتبيله دي هتبهركم. هي دي كانت طريقته، مفيش ابسط ولا اسهل من كده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو منكم، بيسعد لي قلبي. ربنا يسعد قلوبكم جميعا، واشوفكم في رعايه الله. مع السلامه.